والقلب الدينارية. دياراتي مدمرة حياتي. وفي افريقيا صحراء كبرى واثيوبيا واستوائية، اما بجنوب القارة هضبة جنوب افريقيا. ازيكم؟ سنة تالتة اعدادي جايب لكم النهاردة الطريقة الوحيدة اللي هتجيب معاكم من الاخر في درس تضاريس العالم، واللي هحفظها لكم باغاني ترند الايام دي. وعشان نسهل على نفسنا الدرس هنقسمه ل3 اجزاء، وفي الجزء الاول هنتكلم عن الجبال سريعا كده في كل قارة، وبعد كده هنحفظها على الخريطة بأول أغنية، ونبدأ سريعا كده بجبال آسيا. أول جبال عندي اللي هي جبال الهيمالايا رقم 1، ودي أعلى جبال العالم وبها أعلى قمة جبلية اللي هي قمة إيفرست. عندي في الغرب جبال زاجروس رقم 2، ودي موجودة في دولة العراق ودولة إيران، موجودة في الدولتين. عندي جنبها كده جبال طروس، ودي موجودة في دولة تركيا. عندي في أفريقيا رقم 5 كده جبال أطلس اللي بتحصر بينها هضبة الشطوط. طيب عندي بعد كده جبال البحر الأحمر اللي بتمتد في مصر والسودان ودولة تانية اللي هي إريتريا. رقم 7 عندي كينيا، و8 كليمانجارو، ورقم 9 اللي هي دراكنزبورغ. عندي بالنسبة لأوروبا جبال الألب موجودة في الوسط، بتمتد من الغرب للشرق، وليها مزايا إنها تتميز بالارتفاع ويغطي قممها الجليد تقطعها أنهار. طيب تعرف جبال الألب في شبه جزيرة البرقان الألب الدينارية اللي هي رقم 11، وفي شمال أسبانيا باسم البرانس. عندي بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية جبال روكي موجودة في غرب القارة، وهي أعلى جبال قارة أمريكا الشمالية. في الشرق كده عندي جبال اسمها الأبلاش. طيب في أمريكا الجنوبية في الغرب جبال الإنديز. وفي استراليا عندي جبال الحاجز الكبير، واللي ليها اسم تاني وتعرف بالقلب الأسترالية، وهي عبارة عن مجموعتين وبتأخذ شكل قوس. طبعا انا قلتهم بشكل سريع. طب ازاي هنحفظهم؟ عامة مثلا الجبال اللي موجودة في كل قارة او نحفظهم ازاي على الخريطة، هتحفظهم بنفس ترتيبة الارقام اللي قدامك بأول اغنية، ويلا بينا نبدأ. هيمالايا في وسط اسيا، زاجروس في العراق وايران، وطورس في تركيا، في الشرق جبال اليابان. اختياراتي مدمرة حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمرة حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي. في أفريقيا عندنا أطلس وجبال البحر الأحمر، وكينيا وكليمانجارو، وفي الجنوب دراكنزبورغ. أوروبا عندنا القلب والقلب الدينارية، اسمها كده في البلقان، والبرانس في أسبانيا. اختياراتي مدمرة حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمرة حياتي. اختياراتي مدمرة حياتي. أمريكا الشمالية عندنا كامروكي وأبلاش، والإنديز في أمريكا الجنوبية، وفي استراليا حاجز كبير. ده كده بالنسبة لجزء الجبال، وممكن حضرتك تعيد الأغنية أكتر من مرة لحد ما تحفظها. وكمان أنا سايب لحضرتك لينك فيه كده ورق الخرايط وكمان تلخيص الدرس، هتلاقيهم موجودين في كومنت، تقدر تذاكر منهم براحتك. وبعد ما حضرتك تتأكد إنك حفظت أسماء الجبال وأمثلة الجبال في كل قارة، وتقدر تفرق ما بين الجبال اللي موجودة في كل قارة، خش بقى معايا كده على الجزء الثاني اللي هو الهضاب، واللي ليها أغنية برضك هنقولها بعد ما نتعرف على أسماء الهضاب كده سريعا. نبدأ بهضاب آسيا. أول هضبة عندنا رقم 1 اللي هي التبت، واللي هي أعلى هضاب العالم، وهي عبارة عن مجموعة هضاب متشابكة موجودة في وسط القارة، تعرف بسقف العالم لأنها ترتفع عن قمم الجبال. عندي في جنوب غرب القارة رقم 2 هضبة شبه الجزيرة العربية. طيب في دولة الهند رقم 3 هضبة الدكن. بالنسبة لهضاب أفريقيا عندي في الشمال كده هضاب الصحراء الكبرى، اللي منها هضبة الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. عندي اللي بعد كده رقم 5 اللي هي هضبة اثيوبيا، واللي ليها اسم تاني ضروري نحفظه برضو اللي هي الحبشة. تحتها رقم 6 كده اللي هي البحيرات الاستوائية. حضرتك كده بالنسبة لهضبة اثيوبيا والبحيرات الاستوائية ليهم أهمية كبيرة لمصر، لأن روافد نهر النيل تنبع منهم. الهضبتين دولت
يتساقط عليهم أمطار بيملوا نهر النيل بشكل مستمر، فعشان كده بنقول إن ليهم أهمية كبيرة أن روافد نهر النيل تنبع منهم. في تعريف هنا اللي هو تعريف حوض النهر. حوض النهر اسم بيتقال كده على الأرض التي يجري بها النهر وروافده أو تنحدر مياهه إليه. عندي بقى في الجنوب هضبة كده على اسم الجنوب اللي هي جنوب أفريقيا، واللي بيجري فيها أنهار زي أورانج وليمبوبو. عندي بالنسبة لهضاب أوروبا رقم 8 هضبة الميزيتا، واللي بتشغل معظم مساحة أسبانيا. جنبها كده هضبة فرنسا الوسطى واللي بيقطعها نهر اسمه السين. الهضاب بتمتد من الشرق للغرب. بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية عندي هضبة المكسيك رقم 11 ليبرادور. طيب بالنسبة لأمريكا الجنوبية عندي جيانا برازيل وبيتاجونيا. أكبر هضبة موجودة في أمريكا الجنوبية اللي هي البرازيل، أصغر هضبة بيتاجونيا. بالنسبة لقارة استراليا ده واخدة نص مساحة القارة اللي هي الهضبة الغربية، سطحها يتميز بالاستواء. وبالنسبة بقى لحفظ الهضاب دي هنغنيها هي كمان بأغنية تانية كده بنفس ترتيبة الأرقام اللي قدامك، ويلا بينا. التبت في وسط آسيا، في الغرب جزيرة عربية، في الهند هنلاقي الديكن موجودة في وسط الدولة، وفي أفريقيا صحراء كبرى وإثيوبيا واستوائية، أما بجنوب القارة هضبة جنوب أفريقيا. وفي أوروبا موجودة الميزيتا وجنبها هضبة فرنسا الوسطى، وفي أمريكا الشمالية مكسيك وليبرادور، وفي أمريكا الجنوبية جيانا برازيل بيتاجونيا، أما بقى في استراليا الهضبة الغربية. عندي بقى بالنسبة للسهول، السهول زي ما حضرتك عارف كده بتنقسم إلى صحراوية وساحلية وفيضية. طبعا بالنسبة للسهول الصحراوية ما جاءت سيرتها غير في أفريقيا، بيقول إن هي سهول رملية متسعة، من أمثلتها سهل كالينشو في ليبيا اللي ممتد إلى غرب مصر، ويعرف في مصر بحر اليرمال العظيم. يعني في ليبيا بيسموه كالينشو، عندنا هنا في غرب مصر في الصحراء الغربية بيعرف ببحر الرمال العظيم. طيب بالنسبة للجنوب عندي سهول اسمها سهول صحراء كالهاري، ممكن تجي لي في الخريطة كده يقول لي صحراء نقط هقول له صحراء كالهاري. بالنسبة لاستراليا موجود فيها سهول رملية تقل بها موارد المياه، وموجودة في داخل غرب القارة. وبالنسبة لأفريقيا واستراليا الاتنين بيسودهم المظهر الهضبي. بالنسبة للسهول الساحلية عندي مهمة في 4 قارات اللي هم الأربعة اللي قدام حضرتك، بيجوا في شكل سؤال بما تفسر، أكيد مليار في المية واحد منهم في الامتحان. زي أفريقيا كده يقول لي تتسم السهول الساحلية في قارة أفريقيا بالضيق أو إنها ضيقة، هنقول اقتراب الجبال والهضاب من الساحل، لكنها بتبقى متسعة عند مصبات الأنهار. بالنسبة لأوروبا عارفينها من الدرس الأولاني، بتتميز السواحل بالاتساع والتعرج وكثرة الجزر، مما أدى لإنشاء العديد من الموانئ الطبيعية. في غرب أمريكا الجنوبية السواحل ضيقة بسبب اقتراب جبال الإنديز من المحيط الهادي. في شرق أستراليا ضيقة بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. يبقى غرب أمريكا الجنوبية ضيق بسبب اقتراب جبال الإنديز من المحيط الهادي. طيب في شرق أستراليا نفس القصة، السواحل ضيقة بسبب اقتراب هنا بقى طبعا الحاجز الكبير. نيجي بقى للسهول الفيضية، الجزء ده كبير جدا في الدرس بس برضو هنقوله بأغنية كده وهنسهله. طبعا بقى مش كل الحاجات اللي قدام حضرتك دي بتجيلك في سؤال الخريطة. عندك مثلا على سبيل المثال هنبدأ بقارة آسيا، سهول سيبيريا رقم 1 دي مهمة، بيجري بها أنهار زي أوب ويونسي ولينا. عند التلاتة دول ممكن بنسبة قليلة جدا يجوا في امتحان، جه منهم قبل كده بس برضك مش تملي بيتكرر. والمهم سهول سيبيريا دي بتيجي كتير في الامتحان. طب بيجري بها أوب ويونسي ولينا، والتلاتة دول بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي. وارجع كده لدرس قارات العالم هتلاقيه موجود عندك في القناة، وانا اكدت على حضرتك تحفظ المحيطات والبحار والخلجان وغيره عشان جزء مصبات الانهار. عندك نهر اوب ويونس ولينا، بصيت على اخرهم كده اللي هو المصب اللي هو المحيط القطبي الشمالي. الانهار دي بتفقد اهمية الاقتصادية في فصل الشتاء لانها تتجمد شتاء عشان اقليم التندرة زي ما هنعرف في درس الاقاليم المناخية. عندي بالنسبة للسهول اللي بعد كده شرق الصين رقم 2 بيجري فيها نهر يانجتسي وبيصب في المحيط الهادي. جنبه كده بشويه نهر السند وبيصب في البحر العربي او المحيط الهندي. قلنا ده او ده اي واحد فيهم صح، ممكن يجي لي صح وغلط يقول لي يصب نهر السند في البحر العربي صح، طب قال لي المحيط الهندي صح برضه، فده وده صح. طيب بالنسبه لدجله والفرات في العراق بيصبوا في الخليج العربي. نيجي للسهول الفيضيه في قاره افريقيا، في عندي نهر النيل اللي بيصب في البحر المتوسط، النيجر في خليج غينيا، والكونغو بيصب في المحيط الاطلنطي. طيب بالنسبه للسهول الفيضية في أوروبا عندي في سهل كده اسمه السهل الأوروبي العظيم، اسمه على اسم القارة. لو جالي في وسط القارة وقال لي
السهل النقط هقول له السهل الأوروبي العظيم. ده كونته أنهار زي راين ودانوب وفولجا، بيمتد من الغرب للشرق في وسط القارة، وبيمر بمدن رئيسية زي باريس وبرلين. خلي بالك بقى في أوروبا عندي الجبال بتمتد من الغرب للشرق، والسهل الأوروبي العظيم نفس القصة بيمتد من الغرب للشرق، على عكس الهضاب بتمتد من الشرق للغرب. طبعا بقى الغرب والشرق والقصة دي يعني ضعيفة في الامتحان، ممكن بس تصادفك في سؤال الواجب. طيب عندي بالنسبة لنهر الراين بيصب في بحر الشمال، الدانوب بيصب في البحر الأسود، الفولجا أطول نهر في أوروبا وبيصب في بحر قزوين. عندي بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية سهولة تعرف بالسهول الوسطى، وليها مزايا إنها بتمتد من الشمال من المحيط القطبي الشمالي حتى خليج المكسيك جنوبا، تتسع في الوسط، توجد بها البحيرات العظمى، ويغطي أطرافها الشمالية الجليد. طيب فيها أنهار زي نهر نيلسون اللي بيصب في خليج هيدسون، عندي سانت لورنس بيصب في خليج سانت لورنس، والميسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. طبعا الميسيسيبي ده بيتكرر كتير في الامتحان زي ما قلت لك كده، مش كل الانهار او كل السهول الفيضيه بتبقى في سؤال الخريطه بيجيب لك الحاجات المشهوره قوي او السهله زي الميسيسيبي مثلا، هنا ده مهم. عندي نهر النيل والنيجر والكونغو الثلاثه بتوع افريقيا واضحين ما فيهمش اي مشكله. نفس الكلام زي ما قلنا في اسيا سيبيريا، شرق الصين. في اوروبا يجيب لي السهل الاوروبي العظيم، الانهار برضو بتاعته راين دانوب وفولجا، ده كله سهل. طيب بالنسبه لقاره امريكا الجنوبيه عندي اوسع سهول فيضيه اللي هي سهول نهر الامازون، بتيجي كتير قوي في الامتحان دي. عندي في شمالها كده سهول اوريانكو، وفي الجنوب سهول لابلاطا، واللي بيجري فيها انهار زي بارانا وباراجواي ونهر لابلاطا. وميزه انهار امريكا الجنوبيه ان المصب واحد في كلهم، يعني قال لي اوريانكو امازون لابلاطا بارانا باراجواي كلهم بيصبوا في المحيط الاطلنطي. واوريانكو كده عامل زي السند، اوريانكو هنا لو قال لك يصب في البحر الكاريبي صح، المحيط الاطلنطي صح، السائلين من شويه. السند بيصب في البحر العربي هنقول له صح. طب المحيط الهندي نفس القصه. ويلا نحفظ بقى الكلام ده كده باخر اغنيه عندي. في آسيا سهول سيبيريا كونها الينبوع وينسي، وفي سهول شرق الصين بيجري فيها نهر اليانجستي، لا وفي سهول منشوريا وكمان نهر السند، وفي العراق نهرين عارفين هما ايه، دجلة والفرات، وفي افريقيا 5 انهار، نهر النيل ونيجر وكونغو ولمبوبو واوراش. وفي اوروبا سهل اوروبي العظيم، وفي شوية انهار منهم نهر السين، في الراين والفولجا والدانوب. وفي امريكا الشمالية لسهولها مزايا كتير، فيها انهار نيلسون وسانت لورنس، ونهر الميسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. وفي امريكا الجنوبية اوسع سهول فيضية هي سهول نهر الامازون، لا وفي سهول تانية زي لابلاطا بيجري فيها 3 انهار، باراجواي وبارانا والتالت لابلاطا. وفي استراليا سهول ميري ودارلينج، الاتنين بيصبوا في خليج الاسترالي الكبير. بالنسبه بقى يا شباب لسؤال الحصه، دلل وجود تشابه بين هضبه جنوب افريقيا وهضبه فرنسا الوسطى. اكتب اجابتك في كومنت، ان شاء الله اللي اجابته هتكون صح هيتم ذكر اسمه في الفيديوهات اللي جايه، وهيكون لي بوست خاص كده في المنتدى الخاص بالقناه. كده يا شباب نكون خلصنا درس النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت يا شباب تدعموني باشتراك في القناه ولايك، ويا رب بقى القناه دي تساعدوني بقى ان هي تنتشر كده وهتنجح ان شاء الله بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.